بعد ما عشت الأجواء وحضرت ماتش بتاع الزمالك والنادي البورسعيدي في ملعب مسرح البالون ورجعت البيت، أحب أحكي لك قصة دوري 1948. اهدى واقعد وريح نفسك وافرد ظهرك واسمع. سنة 1948 كانت نقطة تحول في تاريخ كرة القدم المصرية. قبلها كانت البطولات تقام على شكل كؤوس محلية فقط مثل كأس مصر، ولكن لم يكن هناك دوري منتظم يجمع كل الفرق الكبرى في موسم كامل. البداية كانت تأسيس الدوري المصري الممتاز، جاء لمنافسة تطور كرة القدم في مصر، وشارك فيه 11 فريق في نسخته الأولى. من أبرز الأندية المشاركة كانت نادي الزمالك، نادي فاروق، الأهلي، المصري البورسعيدي، الإسماعيلي، الاتحاد السكندري، الترام، يونان، الإسكندرية، ناس كتير ما تعرفوش، وكان نادي ترام. الدوري كان يعتمد على مباريات الذهاب والإياب، لكن بسبب التنظيم الجديد كانت البداية بسيطة واحتفالية. أول مباراة في التاريخ كانت بتاريخ 22 أكتوبر 1948. المباراة كانت ما بين الزمالك ضد المصري البورسعيدي. المكان كان ملعب مسرح البالون. الأجواء كانت جماهيرية، كان في تحمس واضح ما بين الجمهور، كان الموسيقى والإذاعة تنقل المباراة والأمل في بداية عهد جديد للكرة المصرية. أحداث المباراة، النتيجة النهائية كانت بفوز الزمالك 5-1 على المصري. أول الأهداف في الدوري المصري كان عن طريق محمد أمين من الزمالك. كان أول هاتريك في الدوري كان سعد رستم كان من الزمالك. هدف المصري الوحيد أحرزه السيد الضزاوي. المباراة مثلت احتفالا تاريخيا وكأنها إعلان رسمي عن ميلاد الدوري المصري الممتاز. أبرز ما ميز الدوري في حقبته الأولى كان نظام المباريات، كان بسيط جدا مقارنة باليوم، 11 فريق فقط، وكان يعتمد على التحصيل الكلي للنقاط لتحديد البطل. اللاعبون كانوا هواة معظمهم، لكن شغفهم جعل المباريات مثيرة جدا واحترافية بشكل احترافي. التغطية الإعلامية كانت مقتصرة على إذاعة مصر، ولم يكن هناك تصوير أو تسجيلات دقيقة، لذلك أصبح كل شيء يحكي وينقل شفهيا من جيل لجيل. نهاية الموسم الزمالك والأهلي كان الأبرز، لكن البطولة شهدت منافسة حامية ومهدت الطريق لما أصبح لاحقا أكبر دوري في المنطقة العربية. أبطال هذا الدوري أصبحوا أيقونات كرة القدم المصرية مثل محمد أمين، سعد رستم، عبد الكريم صقر. يكون الناس عجبها الحلقة، ولسه في حلقة تالتة بإذن الله هنتكلم عن تفاصيل عن الفرق اللي كانت مشاركة في دوري 1948، لأنها كانت فرق جماهيرية افتقدناها، في فرق افتقدناها، وإن شاء الله اللي جاي أحسن للقناة ودايما في أحب من حضراتكم فضلا وليس أمرا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، لأن إن شاء الله في تطور للقناة، وإحنا دايما بنحاول نقدم أحسن جودة للقناة من حيث البرنامج والمحتوى. شكرا لحضراتكم، رمضان كريم، السلام عليكم، إلى اللقاء في الحلقة الثالثة. شكرا.